الطفل ضعيف السمع وسط العيلة والأصحاب. ابنك مش غريب ولا مختلف، هو بس محتاج يسمعك. الطفل اللي بيعاني من ضعف سمع مش بس مش سامع كويس، هو كمان ممكن يحس إن هو معزول وسط الصحاب أو العيلة. تخيلوا معايا كده طفل قاعد وسط عيلته، كل الناس حواليه بتضحك وهو مش عارف ليه، وفي اللحظة دي هو حاسس إن هو بره الدايرة. الموضوع ده بيأثر على نفسيته جدا وبيخلي ثقته في نفسه قليلة، وممكن يتأخر في الكلام أو في الدراسة. ما تفتكروش إن ابنكم فاهم كل حاجة، لو في حاجة فاتته اشرحها له ببساطة، اشركوه معاكم في الضحك وفي اللعب، حتى لو هتقفوا معاه ثواني وتشرحوا له. علموا اصحابه واخواته ان هم يتكلموا معاه بهدوء وبالراحه ويشركوه معاهم في الموضوع. والاهم ان انتوا ما تتجاهلوش العلامات دي. لو حاسين ان ابنكم مش سامع كويس، الموضوع مش هيتحل لوحده. كل ما تتصرفوا بدري، كل ما تحموا ابنكم من عزله ممكن تاثر عليه طول عمره. في الصفوه للسماعات الطبيه بخبره اكتر من 25 سنه عندنا فحوصات وحلول حديثه بتخلي ابنكم يسمع اللي حواليه بوضوح. كلمونا دلوقتي وخدوا خطوه حقيقيه علشان تضمنوا لابنكم طفوله طبيعيه وسعيده. واستنونا في الحلقه الجايه، هنتكلم عن الاب والام وازاي ضعف السمع بيأثر على النفسيه وسط اهلهم واصحابهم.